ربي يسعد كل أوقاتكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إجيتكم وصفة سريعة وسهلة وفي نفس الوقت كثير كثير طيبة. هالوصفة يعني اللي بجربها مرة رح يعتمدها إن شاء الله كل مرة، لأنها سهلة وفي نفس الوقت طيبة. في كثير ناس بتحب المعمول لكن بتتكاسل من آلية عمله وأنها تبدأ تشكل فيه في قوالب. اليوم إحنا بدنا نعمله بطريقة سهلة وسريعة من خلال أنه نعمله معمول مد. طبعا المكونات انا راح اكتب لكم اياها جميعياتها، المقادير بالمنشور راح ارفقها مع الفيديو بالمنشور حتى تكون اسهل عليكم. انا هون اضفت كل المكونات الجافة عندي، بعدين اضفت الدهن عليهم وبسيتهم مع بعض بهاي الطريقة زي ما انتم شايفين. بعد ما بسيتهم الآن ببدأ أعجنهم بالمي، يا بتعجنوهم بمي يا بتعجنوهم بماء مغلي اليانسون حسب يعني ما بتحبوا. أنا هون عندي التمر، بدأت أني أخليه من البذر لأني بدي أطحنه وهو اللي رح يكون الحشو عندي. هون أضفت توابل التمر قبل الطحن، وأضفت زبدة الفول السوداني أو الفستق السوداني، طبعا إضافتها حسب الرغبة، إذا متوفر يضيفوها مش متوفرة ما في لها أي داعي. هيك معجون التمر صار عندي جاهز، ببدأ الآن بتشكيل العجينة. طبعا أنا العجينة بعد ما عجنتها تركتها ترتاح لمدة ساعة، والآن مديت أول طبقة، قسمت العجينة لقسمين، مديت أول طبقة، بعدين بدأت أفرد التمر مثل ما أنتم شايفين بالفيديو، ورجعت أفرد القسم الثاني من العجينة بهذا الشكل. أضفت على وجهها بعض المكسرات والجوز الهند، وهذا إضافته كمان حسب الرغبة، متوفر ضيفوه مش متوفر ما في له أي داعي. بقطع العجين قبل ما ادخلها الفرن بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا بكون انا محمي الفرن مسبقا على درجة حرارة 200، وبدخلها الفرن لمدة اخذت معي تقريبا 25 دقيقة كانت جاهزة. انا بولع الفرن من فوق ومن تحت، يعني اخذت لون وكانت متحمرة من فوق ومن تحت. طلعها من الفرن وهي سخنة، بجيب ملعقة عسل، بضيف على ملعقة العسل ملعقتين مي سخنين بدوبهم فيهم، وببدأ أطبطب بفرشاي على وجه الصينية. هاي الحركة لحتى أنا أثبت المكسرات وجوز الهند وأعطيها شوية حلاوة لوجه المعمول. طبعا برجع بحدد مكان ما قطعت أول مرة وتتاكل هاي الوصفة باردة، نتركها تبرد تماما بعدين بنقطعها. طبعا كثير طيبة وهشة هشة بشكل مش طبيعي، رائعة. يعني بنصحكم تجربوها راح تحبوها إن شاء الله. ولغاية هون بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى هالفيديو ينال إعجابكم. بما إنه يعني هالوصفة إن شاء الله إحنا مقبلين على شهر رمضان، ومن بعد رمضان العيد، ربي يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وكل عام وانتم بألف خير مناسبة شهر شعبان، اجعله شهر بركة على جميع المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب. شوفوا الهشاشة هون، أنا حطيتها بإيد وضغطت عليها بإصبع، بدي أفرجيكم قديش هي هشة. إلى اللقاء أصدقائي.